السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده عايز اجاوبكم على سؤال بتعرض له كتير خالص. معظم الناس اللي بتطلع معاش او اوريدي هو مثلا فقد وظيفته، فبيبدا يقول لك ان انا عايز ابقى ماي اون بوس، اللي هو اعمل شغلي وشركتي ومحلي ومصنعي وكل برغوت على قد دمه زي ما بيقولوا، فبيبدا حته المشروع بتاعه. فمثلا بعض الناس بتستسهل وتقول لك هفتح محل وليكن محل ملابس، فيبص يلاقي نفسه صرف اللي هو كان عامله كله في تحويشة العمر على غرار ان مكان يدر له دخل كويس وفي نفس الوقت يسليه، فلقى نفسه بيخسر والموضوع مش جايب همه، وفي نفس الوقت فكر ان هو يصفي ويقول لك ديت من الاخطاء اللي انا عملتها في حياتي. اتعرضت للناس دي كتير خالص وقعدت معاهم كتير، وكان اول كلمة دايما بقولها لكل واحد فيهم: انت عملت دراسة جدوى؟ انت عملت بيزنس بلان للي انت فكرت فيه ده؟ فتلاقي الاجابه دايما لا. على اصل الموضوع بسيط سهل، مش مستاهل ان احنا نعمل له بيزنس بلان، وده الخطا الاكبر اللي هم بيقعوا فيه، اللي هو انا مش مستاهل ان انا اعمل بيزنس بلان. ليه؟ موضوع سهل، على انا جبت شويه بضاعه حطيتها في محل بعد ما اجرته واتكل على الله سبحانه وتعالى. الشغل العشوائي ده كويس، ولكن مش هيديك النتيجه اللي انت متوقعها، لان التخيلات اللي موجوده عندك اكبر بكتير جدا من اللي انت عملته. يا صديقي، البيزنس بلان او دراسه الجدوى بيكون لها ابعاد كتيره جدا. اولهم، هل المنتج اللي انا هبيعه ده مطلوب عند الناس في السوق اللي انا اخترت انزل فيه ولا لا؟ يعني مثلا حضرتك هتبيع او قررت تفتح محل ملابس، محل الملابس ده موجود في منطقه فيها كثافه سكانيه عامله ازاي؟ قررت تاخد مكان عامل ازاي؟ النهارده الناس اللي انت هتعمل لها التارجت دول طالبين المنتج اللي انت اخترته ولا لا؟ عارف اي منتج هتتاجر فيه ولا لا؟ هل ملابس شباب؟ هل ملابس سيدات؟ هل ملابس محجبات؟ هل لانجري ملابس بيت؟ ايه اللي انت قررته؟ بمعنى اصح، هل عندك ميزه تنافسيه تقدر ان انت تنافس بيها؟ هتلاقي نفسك الاجابات ديت ما خطرتش على بالك، لان انت كل اللي ركزت فيه المحل، بالتوضيب، بالاستندات، ببعض المصروف اللي هيتعمل، بالبضاعه هتتجاب منين، وخلاص. مش صح، لان انت بتبدا تفكر في التفاصيل دي كلها بعد ما بتكون اوريدي رجليك جات في الموضوع. انت اتورطت يا صديقي. التوريطه بتاعتك ديت بقى بتفضل قاعد مستني زبون يجيلك، تبدا تفكر في ماركتنج بلان، خطه تسويق. طب اعمل صفحه على الفيسبوك، ابدا ان انا اكلم الناس، اتواصل معاها. الحاجات دي بتكون سابقه للي انت عملته، مش بعد ما بتعمل الامر ده. طب ايه الحل؟ او الموضوع ده اعمله ازاي؟ حضرتك لازم يكون عندك competitive advantage، ميزه تنافسيه هتنزل تنافس فيها. يعني مثلا ملابس شباب، سبورتس وير، معموله بطريقه معينه، عندك فكر مش موجود عند الناس التانيه اللي موجوده حواليك. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، المكان اللي انت نزلته ده مكان مناسب ولا لا؟ قريب من الاسواق ولا لا؟ بتعرف تتسوق وبتجيب بضاعة بسعر كويس ولا لا؟ مصروفاتك يا صديقي هل هي مناسبة؟ ولا انت بتصرف كتير على الفاضي؟ عندك ايجاراتك عاملة ازاي؟ كهربتك عاملة ازاي؟ العمالة اللي هتشتغل معاك عاملة ازاي؟ عشان بعد كده لازم تحسب معدل الدخل عندك. انت بعت مثلا 250 قطعة، مكسبك في القطعة ممكن يكون 150 جنيه، لو ضربت الاثنين في بعض ممكن تلاقيهم 37,000 تقريبا و500. بعد ما بتطلع منهم ده كده ايه؟ مبيعاتك كلها، انما انت لسه ما طلعتش مصروف. طلعت مصروف مثلا 20,000، تفضل لك 17,000. كده في ارقام تقدر تدلك وتقول لك انت ماشي صح. انما لو ما فيش ارقام وماشي كده عمياني، ما اكيد النتيجة مش هتبقى مرجوة، مش زي ما انت متخيل. عشان كده بنصح اي حد، ارجوك قبل ما تتورط في مشروع، في بيزنس هتدفع فيه فلوسك، وقبل ما تفكر في حته ان انا اصفي ويا ريتني ما عملت كده، فكر ان انت تعمل لها بيزنس بلان. خطط، هات ورقه وقلم وابدا ان انت ارسم هجيب بضاعتي منين، وشكل المحل هيبقى عامل ازاي، وايه التسويق اللي انا ممكن اعمله بدون دراسه. الموضوع كله على بعضه شويه اسئله محتاج ان انت تجاوب عليها. نمرة واحد، المنتج بتاعي ايه هو؟ اي منتج هبدأ ان انا اشتغل فيه، هل هو كومن يعني عند ناس كتيرة شائع، ولا ده في ميزة تنافسية انا هصنعها او هجيب حاجة مش موجودة عند ناس كتير، فابدأ ان انا اول واحد ينزل بيها في هذا السوق، فانا هاخد وش القفص.
طب انا لو نازل في نفس البضاعة اللي موجودة عند كل الناس، يخلي الزبون يجي يشتري مني انا ليه وما يشتريش مع حد تاني ليه؟ فاكتب الكلام ده كله في ورقة، واكتبه مرة واثنين وثلاثة، وغير في كل مرة لحد ما هتلاقي نفسك انت قررت يا تفتح يا اما لا، محتاج اعدل الفكرة واجيب فكرة تانية، لان الفكرة دي نظريا مش هينفع ان هي تتطبق، خسارة مش مكسب. فأي صاحب بيزنس بيفكر ان هو يعمل بيزنس لان هو ده الواقع اللي موجود دلوقتي، مش لاقي شغل، جه من بره معاه فلوس مش عارف يعمل بيها ايه، يحطها في بنك ولا يديها لحد يشغلها له، ولا افتح مصلحه او شغل او مشروع اقدر ان انا اعمله. شوف ميزتك التنافسيه ايه، تقدر تجيب المنتج ده باختلاف عن التاني ولا لا، مصروفك عامل ازاي، تكاليفك عامله ازاي، خطه تسويقك ومبيعاتك عامله ازاي. كل ده اكتبه بطريقه عشوائي، وبعد كده ابدأ شوفه نظريا على الورق هينفع ولا لا. ما تجيش بعد كده وتقول ان انا ما قلتش او ان انا يا ريت كان حد نصحني. حضرتك في ايدك دلوقتي ان انت تعمل كده.